تخيل أن تسلب صحتك ويهجرك الناس ويتركك الأقربون، وتصبح بين ليلة وضحاها غريبا في جسدك وحياتك، فلا مال ولا قوة. كثيرون سينهارون أمام هذا المشهد، لكن هناك رجلا وقف شامخا أمام كل ذلك، رافعا رأسه بإيمان لا يتزعزع. إنه أيوب، الرجل الذي صار مضرب الأمثال في الصبر حتى يومنا هذا. البداية: لماذا يذكر أيوب حين نتحدث عن الصبر؟ ليس من قبيل المصادفة أن يرتبط اسم أيوب بالصبر. كلما أراد الناس أن يضربوا مثلا عن قوة التحمل والرضا رغم قسوة الظروف قالوا صبر أيوب. لكن ما الذي جعل قصته خالدة إلى هذا الحد؟ إنها ليست مجرد حكاية عن رجل ابتلي ثم صبر، بل هي صورة متكاملة لمعنى الرضا والتسليم واليقين بأن بعد العسر يسرا. أيوب لم يكن إنسانا عاديا، بل كان رجلا صالحا صاحب مكانة، أنعم الله عليه بالمال والذرية والهيبة بين قومه. عاش حياة هانئة مليئة بالخير، ثم شاءت الأقدار أن تسلب منه النعم واحدة تلو الأخرى. الابتلاء الأعظم. توالت الابتلاءات على أيوب كما تتوالى الأمواج على الشاطئ. خسر ماله وتوفي أولاده، وأصيب بمرض شديد جعله عاجزا عن الحركة، حتى نفر منه الناس وانفضوا من حوله. تخيل أن تفقد كل سند في حياتك، الصحة، الأهل، المال والجاه، ومع ذلك لم ينطق أيوب إلا بالرضا، ولم تخرج من فمه كلمة سخط أو اعتراض. كان يقول لنفسه: الله أعطى والله أخذ، وله في كل أمر حكمة. هذه القناعة لم تجعله ضعيفا، بل جعلته قويا في وجه البلاء، حتى صار الصبر بالنسبة له ليس تحملا صامتا فحسب، بل عبادة حية تمارس بالقلب واللسان والجوارح. الزوجة الوفية. نموذج الحب الحقيقي. في عز المحنة ظهرت قيمة الوفاء. زوجة أيوب لم تتركه رغم أنه فقد كل شيء. تحملت معه الجوع والفقر والمرض، وكانت تخدمه بنفسها وتصبر قلبها وقلبه. هذه الزوجة لم تر في مرضه ضعفا، بل رأت فيه اختبارا إلهيا يستحق أن يواجه بالحب والصبر. قصتها مع أيوب تكشف جانبا إنسانيا رائعا، أن المحن تظهر معادن الناس، بينما ابتعد القوم بقيت الزوجة تثبت أن الحب ليس كلمات في الرخاء، بل مواقف في الشدائد. الدرس الأول: الصبر لا يعني الاستسلام. كثيرون يظنون أن الصبر مجرد جلوس وانتظار للفرج، لكن أيوب قدم مفهوما مختلفا. صبره كان مزيجا من الرضا والسعي. نعم، هو رضي بما أصابه، لكنه لم يكف عن الدعاء ولم يفقد الأمل في رحمة الله. كان يناجي ربه قائلا: يا رب أنت أرحم الراحمين. لم يكن دعاؤه شكوى، بل كان رجاء مليئا بالأدب والتسليم. هذا يعلمنا أن الصبر ليس انكسارا، بل هو ثبات وإصرار على الثقة في الله حتى حين تغلق كل الأبواب. الدرس الثاني: البلاء يكشف حقيقة الإنسان. في وقت الرخاء قد يظهر كثيرون حولك يبتسمون ويقفون بجانبك، لكن عندما يشتد البلاء تنكشف الأقنعة. أيوب كان محاطا بالناس حين كان في صحة وثراء، لكنهم تركوه عندما ابتلي، إلا زوجته المخلصة. هذا الدرس يتكرر في حياتنا جميعا. الصديق الحقيقي لا يظهر إلا في الشدائد، والابتلاء ليس مجرد امتحان لصبرك وحدك، بل امتحان أيضا لمن حولك، من سيبقى ومن سيهرب. الدرس الثالث: دوام الحال من المحال. أيوب فقد كل شيء، ثم أعاد الله له النعم مضاعفة بعد صبره. هذا يذكرنا بحقيقة لا مفر منها: لا شيء يبقى على حاله. الصحة قد تزول، والمال قد يذهب، والجاه قد ينهار، لكن بالمقابل الضيق أيضا لا يدوم، والحزن يزول، والمرض يشفى، والفقر يغنى. الحياة دائرة متحركة، وما يميز الناجحين عن غيرهم هو كيفية تعاملهم مع هذه الدائرة. أيوب لم يتغير إيمانه حين تغير حاله، فاستحق أن يخلد ذكره. الجانب النفسي. أيوب نموذج للقوة الداخلية. من منظور علم النفس الحديث، ما فعله أيوب يعتبر قمة المرونة النفسية. المرونة النفسية تعني أن يمتلك الإنسان القدرة على التكيف مع الضغوطات والشدائد، وأن يحافظ على توازنه الداخلي رغم العواصف الخارجية. أيوب لم ينهر، ولم يسمح لمرضه أن يسرق منه إيمانه أو كرامته. على العكس، استطاع أن يحول البلاء إلى فرصة للتقرب من الله وإلى درس خالد للبشرية. وهذا هو جوهر القوة الحقيقية، أن تكون سيد نفسك حتى عندما تعجز عن السيطرة على الظروف. لماذا نحتاج صبر أيوب اليوم؟
في زمننا هذا أصبح الناس ينهارون أمام أتفه المواقف، يضيقون من تأخر رسالة على الهاتف، أو من مشكلة بسيطة في العمل، أو من خسارة مؤقتة في المال. لكن حين نقرأ عن أيوب نشعر أننا بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الصبر في حياتنا. قصته تقول لنا إنك مهما خسرت هناك أمل، ومهما اشتد البلاء هناك حكمة، وإنك لست مطالبا بالانهيار بل بالثبات. العالم اليوم يحتاج إلى أيوبيين جدد، أناس يواجهون أزمات الحياة بقلوب راضية لا بألسنة شاكية فقط. نهاية الرحلة، الفرج بعد الشدة. بعد سنوات من البلاء جاء الفرج. الله الذي يختبر عباده بالضراء كما يختبرهم بالسراء أعاد لأيوب صحته وماله، وبارك له في ذريته حتى صار أكثر قوة وغنى مما كان. لكن الفرج لم يكن مجرد عطاء مادي، بل كان عطاء معنويا أعظم. لقد أصبح أيوب رمزا خالدا للصبر، يتداول ذكره على مر الأجيال. الخلاصة: سر الخلود في الصبر. قصة أيوب ليست مجرد حكاية قديمة، بل هي درس مفتوح لكل إنسان. إذا أردت أن تكون قويا، تعلم من أيوب أن القوة ليست في الجسد بل في الروح. إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله، تذكر أن الصبر هو بوابة الرضا. وإذا أردت أن تترك أثرا في الحياة، فليكن أثر صبرك أعظم من أثر شكواك. لقد كان أيوب رجلا أدرك أن البلاء لا ينتقص من قيمة الإنسان، بل يكشف جوهره. لذلك صار اسمه مرادفا للصبر، وصارت قصته سراجا يضيء دروب المبتلين. واليوم إذا ضاقت بك الدنيا، فتذكر أن هناك رجلا اسمه أيوب، حمل الجبال على كتفيه بابتسامة الرضا، وترك لنا أعظم وصية: الصبر حياة لا موت.